يا جماعه لو سمحتم انا بس 10 دقايق استاذنكم وهنكمل هنتكلم. يعني بس اعمل للناس اللي بره حاجه يشربوها. ندخل على طول على على طول. انا كنت اتكلمت على حوض ابن زيد. حضرتك دخلت معايا في البث المباشر واعطيت كلمه بانك انت تتحرك مع الناس بحيث ان احنا نشوف المنطقه بتاعت حوض ابن زيد منطقه من ارقى المناطق الموجوده في مدينه المنصوره زي ما قلنا قبل كده، ورغم كده محرومه من الميه ومحرومه من الكهرباء وبيعانوا منها كتير. يمكن انا كنت معاك على التليفون امبارح ان في تطورات جديده وفي بشره خير له. فانا استاذن حضرتك بان احنا نتكلم تفصيليا مع الناس ونعرف ايه اللي حصل فيها وبعد كده نبدا نكمل كلامنا مع بعض. طبعا ممكن تبصوا حوض ابن زيد حوض او منطقه من المناطق الحديثه في المنصوره نسبيا، وكمان هي من المناطق اللي تعتبر من المناطق الراقيه وفي نفس الوقت محرومه من الخدمات لاعتبارات كتير سابقه. ان ما تمش عمل شبكه صرف صحي كامله علشان ما فيش فيه محطه رفع بالظبط، وبالتالي دخول الميه كمان في الحوض او في المنطقه دي كان مرتبط بان يكون في شبكه صرف ويبقى في محطه رفع. تمام. الحاجه الثانيه كذلك الكهرباء، وده المشكله اللي هي يمكن احنا بنتكلم بسببها النهارده، ان كل الكهرباء هناك بالممارسه، اللي هي الممارسه دي اللي احنا عارفينها ان هي بتعتبر مخالفه كهرباء وبتتصالح عليها، بس علشان هي مقدما بتقدر فبيسموها الممارسه. الناس كلها بتقديرات جزافيه بتدفع الكهرباء. في ناس بتدفع 20,000 في الشهر بالظبط. فده مساله طبعا لا يحتملها ولا تحتملها اسر متوسطه الدخل ولا حتى اسر عايزه تعيش في امان يعني. فكان لازم ان احنا نبص للمشكله يعني بعناصرها الثلاثه. اللي حصل ان طبعا كان لازم يتوفر مكان للوحه كهرباء في الارض علشان تعمل لوحه كهرباء تتوزع الكهرباء من خلال هذه اللوحه وتتمد خطوط جهد متوسط ومنخفض داخل التقسيم، فبالتالي يبداوا يركبوا عدادات لكل وحدات التقسيم او لكل وحدات المنطقه. طبعا كان في قطعه ارض مخصصه من الري ومن محافظه الدهليه وصدر بيها قرار من رئيس الوزراء، ولكن كان فيها مشاكل كبيره جدا في التسليم علشان شركه الكهرباء تاخد المكان ده ويتعمل لوحه للكهرباء